كرة مغربية. ياسين جسيم، ياسر زبيري للامام. معمى كورتك، معمى كورتك هذه يا معمى، يلا يا معمى كورتك يا معمى، راوغ يا معمى. معمى ضاعت، معمى تضيع، معمى يضيع كرة الروح، كرة ترجع الروح، كرة تخلينا في المباراة النهائية. معليش واصلوا بإمكانكم الوصول لمرمى المنتخب الفرنسي. خليوا الماضي ماضي والحاضر حاضر لكي نترقب مستقبل مضي لكرة القدم الوطنية. مستقبلنا في النهائي، مستقبلنا في المباراة النهائية. آمنوا بقدراتكم، لديكم الكثير لكي تقدموه فيما تبقى من دقائق هذه المباراة. ياسين جسيم يعيدها للمنطقة الدفاعية. تبادل الكرة دفاعيا. اسماعيل بعوف من الطرف الأيمن نحو عثمان مع ميمور. عثمان يمر والتغطية من دفاع المنتخب الفرنسي. لا زالت الكرة ولا زال بإمكانك استرجاع هذه الكرة للمنتخب الفرنسي. يعاني بدنيا. برافو مجني. كرة في التماس. معمى أدى كل اللي مطلوب منه. ياسر زبيري أهدى كرة كالشاهد لمعمى القام بالمطلوب منه معمى، لكن وجد امامه حارس ممتاز تصدى لهذه الكره. لو كان الهدف لو سجل الهدف. المباراة تتواصل يا سادة. ثاني دقائق الوقت البدل الضائع من زمن هذه المباراة. ثاني دقائق الوقت البدل الضائع. كرة من توريلان تعود في منطقة الدفاع من إيليا زيدان. إيليا للأمام نحو بينما مايسان، القائد بينما. كرة للمنتخب الفرنسي. حذري من مثل هذه الكرات. ممتاز خليفي. تعود الكرة من جديد. الكرة في التماس. لا تزال فرنسية. والكرة للمنتخب الفرنسي. كرة للمنتخب الفرنسي في خط الوسط من دابو يلعبها من جديد لبينما. مجني في التغطية. مجني والضغط مطلوب. ما تخليوش الكرة للاعبين المنتخب الفرنسي. لازم حرمانه من الكرة في كل دقيقة وفي كل ثانية. حدد يدخل في الكرة الماضية وبطاقة يعلن عنها حكم المباراة. تلعب كرة للمنتخب الفرنسي. تلعب كرة فرنسية من الطرف الأيمن. 3 دقائق الوقت البدل الضائع. تلعب والمباراة تلعب والبطاقة الترشح للمباراة النهائية لا زالت ملعوبة بين المغرب وفرنسا. كل شيء متوقع وكل شيء ممكن في آخر ثواني، في آخر دقائق هذه المباراة. بينما يبحث عن مساحة للتمرير. بينما تلعب كرة من الطرف الأيسر للمنتخب الفرنسي في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع الفريق الوطني. ضربة زاوية. بختي يتدخل ويبعد الكرة. ضربة زاوية. تمرير عرضي من بورغو بين بعوف وبختي والكرة ضربة زاوية للمنتخب الفرنسي. تراجع كلي للاعبي الفريق الوطني للمنطقة الدفاعية للدفاع عن حظوظنا في بلوغ النهائي. 4 دقائق الوقت البدل الضائع. صعود لاعبي المنتخب الفرنسي في محاولة منهم لتسجيل هدف. كرة للمنتخب الفرنسي في منطقة الجزاء. إبراهيم غوميس. يلا غوميس يلا لازم استغلال كرة من الكرات واستغلال اندفاع المنتخب الفرنسي. يتسنى شوية ويتسنى الحل التمرير لأحد رفقائه في هذه المباراة. تعود الكرة مغربية. الفرص الأخيرة في هذه المباراة. فرصة تساوي الهدف، والهدف يعني بلوغ النهائي، والنهائي يعني الإنجاز الغير مسبوق والتاريخي وسموه ما شئتم في مونديال تشيلي هنا في فالبارايسو. كرة للأمام نحو الحداد والتدخل من دفاع المنتخب الفرنسي. ياسين جسيم في الضغط. ياسين جسيم في محاولة استرجاع هذه الكرة. ياسين جسيم يقاتل كما يقاتل كل اللاعبين في هذه البطولة في كأس العالم في المونديال. جسيم ممتاز. جسيم لعب الكرة يا أخي، ما فيش خطأ يا أخي، ما فيهاش الخطأ بالمرة. كرة مثل هذه في الثواني الأخيرة من المباراة. ياسين جسيم والثواني الأخيرة من المباراة. غمضوا عينينا وكل ما فيهاش. ثواني وتنتهي المباراة. محمد وابي يدير المباراة بما يتناسب وقناعاته وإمكانيات لاعبيه ووضعية الراهنة لهذه المباراة بين المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال للجومات. يتابع والكرة للمنتخب الفرنسي. تلعب كرة لفرنسا. من بعدها الحكم ربما سينهي المباراة. عادي جدا. حكم هذه المباراة الحكم الأوروغواياني ينهي الشوطين الأول والثاني، وبالتالي سنتحول لفترة تمديد